اهلا اهلا، اتمنى تكونوا بخير النهارده. بصوا، شايفين الجمال والحلاوه دي؟ عايزاكم تنسوا اي طبق بتنجان كلتوه في حياتكم او عملتوه، وتشوفوا معايا الوصفه دي وتجربوها، وانا متاكده انها تعجبكم جدا جدا وتصبح ادمان بالنسبه لكم. تنفع للغدا او للعشاء. يلا بينا على طول من غير مقدمات نشوف طريقه اعدادها هتكون ازاي. معايا هنا بتنجانه من الرومي. هبتدي ان انا انضفها بالشكل ده، وهشيل الجزء اللي فوق، مش هنحتاجه. بعد كده هبتدي اقطعها شرايح متساوية بالحجم ده كده. تمام. انا هحاول اخليها كلها سمك واحد عشان تاخد سوا واحد مع بعضه وتستوي كلها مع بعض. فهحاول على قد ما اقدر اخليهم كلهم متساويين كده. تمام. وكده قطعته. بصوا بقى التركية اللي احنا هنعملها دي، انا هنا سبته بالقشر بتاعه. كلنا عارفين فوائد البتنجان طبعا وفوائد القشر بتاعته، فانا الصراحة بحب اسيبه فيه، لكن لو انتوا حابين تقشروه براحتكم. بصوا بقى اللي انا هعمله ان انا هجيب السكينة وبالراحة كده هعمل فتحات صغيرة، مش هقطع كامل، فتحات كده زي ما انتوا شايفين من الوجهين او الناحيتين. بصوا بالشكل ده. الحركة دي حلوة جدا، هتساعد ان البتنجان بتاعي يستوي على طول وتديني شكل حلو كمان عند التقديم. بصوا بالشكل ده. هقطعهم بقى كلهم نفس التقطيعة دي، ونحاول نخلي بالنا واحنا بنعملها علشان ما نقطعهمش زي ما انا عملت كده. بصوا فكده تمام. وهعملهم كلهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بسرعة بسرعة بسرعة. الوصفة سهلة جدا وبسيطة، وزي ما قلتلكوا لو جربتوها مرة هتدمنوها بجد. سهلة، تنفع ناكلها بالليل او ينفع ناكلها في العشاء زي ما تحبوا. بس كده تمام. قطعتهم وعملتهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. هنخليهم على جنب بقى ونجهز صوص كده لذيذ. هنعمل بيه البتنجان. بصوا معايا هنا زيت زيتون انا استخدمته. طبعا لو انتوا مش حابين ممكن تحطوا زيت نباتي او زيت ذرة عادي، اي زيت موجود عندكم. هضيف له ملح، وطبعا هنا الكمية اللي انا ضفتها دي حسب البتنجانية بتاعتي. واضيف فلفل كمان، يعني انتوا لو عملتوا كمية اكبر فهتزودوا المكونات دي. وبعد كده معايا هنا معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ودي بتديني طعم حلو جدا للبتنجان، لكن لو مش موجودة عندكم ممكن تستبدلوها ببابريكا عادية كده. تمام. والصوص ده كده جاهز معايا. بعد كده هجيب طاسة وهضيف فيها زيت، واول ما يسخن هبتدي ان انا انزل شرايح البتنجان بتاعتي بالشكل ده كده. تمام. وزعتهم في الطاسة. بعد كده هبتدي اجيب فرشة وهاخد من الصوص اللي انا عملته ده واوزعها كده على البتنجان. ما اقولكوش بقى بعد السوى الريحة واللون والطعم بيكونوا عاملين ازاي، بجد حاجة كده فظيعة حلوة جدا جدا كده. تمام. احاول ان انا اغطيها بالصوص كويس جدا كلها. تمام كده. اول بقى ما تبتدي تاخد معايا لون هبتدي ان انا اقلبها على الشكل التاني او الناحية التانية. بصوا خدت لون حلو ازاي، وشكله كمان بعد ما استوى حلو جدا، يعني تغيير كده. تمام. بعد كده هجيب برضو الصوص وهحط على الناحية التانية زي ما احنا شايفين كده. طبعا في اكلات كلنا عارفين ان هي ما بتتغيرش ولازم ان احنا بنعملها، بس كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نجدد في طريقة اعدادها، في طريقة شكلها، علشان تطلع معانا بالجمال ده. وده البتنجان بعد ما استوى. تعالوا بقى نجهز صوص طحينة كده فظيع وسهل جدا كمان. معايا هنا معلقتين طحينة من الكبار، هضيف لهم فصين توم مفرومين، وهضيف كمون، وهضيف كزبرة ناشفة، وهضيف توم باودر وبصل باودر، وهضيف كمان معلقة خل كبيرة. بعد كده هقلبهم مع بعض. وهنا اكتشفت طبعا ان الجو برد فالطحينة بتاعتي متماسكة شوية. هبتدي ان انا انزل عليها تدريجيا بمية سخنة. المية السخنة هنا هتفكك الطحينة معايا على طول، وهتكون سهلة جدا معايا في الدمج. بصوا كده.
ابتدت تفك معايا على طول، بس انا عايزاها خفيفه شويه، فابتدي ان انا ازود ميه سخنه تاني. طبعا مش هقدر اقول لكم الكميات برضو اللي انا حطيتها، على اساس ان حسب الكميه اللي انتوا هتحطوها او هتستخدموها. هنا نسيت احط ملح فضفت شويه. بس هميكس بقى كل المكونات دي كده مع بعض زي ما احنا شايفين، لحد ما تمتزج التوابل بالطحينه ويطلع معايا القوام المظبوط اللي انا عايزاه. بعد كده هديها رشه زيت زيتون اخر حاجه، وكده تمام جاهز معايا صوص الطحينه الجامد جدا. بعد كده ادي البتنجان بقى بتاعي حطيته في طبق التقديم بتاعه بالشكل ده، وهبتدي انزل عليه بالطحينه اللي انا عملتها كده عليه كله بالشكل ده. وبعد كده هضيف بقى رشه بقدونس مفروم. يا سلام بقى مع البقدونس مع البتنجان والطحينه، بصوا المكونات كلها كانت رائعه بجد بجد. طبعا انتوا لو حابين ان هو يكون حار ممكن تزودوا فلفل حار او ممكن تزودوا شطه. وهنا كمان بقى كان عندي شويه رمان كده، لونهم وطعمهم كانوا حلوين جدا. لازم تجربوا ميكس الرمان مع البتنجان، طعم تاني خالص وهيوديكوا في حته تانية جديده وطعم مختلف. ومتهيألي المكونات موجوده في البيت. بعد كده انا بحب الطحينه زياده فهزود شويه طحينه كمان. ممكن كمان لو حابينه سبايسي اكتر نزود معلقه هريسه الشطه، بس انا بصراحه ما حبيتش ان انا اعمل كده. وده الشكل النهائي طلع معايا. بصوا بقى الالوان والجمال، البتنجان بتاعي كان مستوي وجوسي وطري وحلو جدا. طبعا لو انتوا حابين ما تقلوش البتنجان ممكن تحطوا عليه رشه زيت وتدخلوه الفرن لو انتوا عايزينها تكون هيلسي وصحيه. كده تمام وجاهز معايا. اتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، ولو انتوا اول مره بتشوفوني وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد.